البريوش المقلي محشي بالشوكولاتة حلا سهل جدا. نبدو في المكونات. عندي للعجينة مقدار من كوب وملعقتين من الحليب الدافي وملعقتين من السكر أو مكعبات، أني كان متوفر عندي سكر مكعبات. الحليب يكون دافي طبعا. وملعقتين صغار مليانات من الخميرة الفورية أو خميرة البيرة، نحركهم مع ملعقة من الدقيق ونخليهم يرتاحوا تقريبا 10 دقايق. هذه بعد ال10 دقايق نضيفهم في صينية غارقة، ونضيف معاهم بيضة ورشة ملح طبعا، وملعقتين من الزبدة الدايبة، والدقيق ما يعادل 3 أكواب ونص إلى 4 أكواب، بحيث نتحصلوا على العجينة تكون طرية ما تلصقش في الإيد، ونعجنوها من فوق لتحت حتى تنسلك بشكل جيد. ونسيت ما صورتش ملعقة صغيرة ضفتها من بشر البرتقال المجفف. الكريمة كوبين من الحليب ونص كوب من السكر، أو ممكن تزيدي أكتر، وملعقتين كبار من النشا، وبيضة أو صفار بيضة حسب ما تحبي. نخلطهم على نار هادية إلى أن يتماسك الخليط، وبعدين نضيف كمية من دارك شوكولات الشوكولاتة الغامقة. أنا ضفت نستلة نوعية جيدة وملعقة من الزبدة. نخلطهم هذه النقطة مهمة جدا. نضربهم بالخلاط أو بالمكسر ونصبهم في صينية غارقة وندخلهم للثلاجة، ونغطي الوجه كويس بحيث ما تكوناش القشرة. وهذه العجينة بعد ما اختمرت مهمة ان تكون طرية شوية بحيث تلصق في الايد. نرش شوية دقيق على طاولة اللي بنشتغلوا عليها وعلى السطح. ما نحتاجوش حتى العصات الطرح او الطراحة او الشوبك، ونقصوها بشكل مثلثات بهذا الشكل. لو تلاحظوا فيه قشور البرتقال واضحة يعطيه طعم حلو جدا. وضفت حتى رشة بسيطة للشوكولاتة بطعم البرتقال، الحشوة تطلع حلوة. نلف الكرواسان أو البريوش بهذا الشكل. في هذه الأثناء نكونوا جهزنا طاوة فيها زيت ذرة للقلي على نار هادية. نغطي الكرواسان بعد ما كملنا. ما درتش كل الكمية، أنا درت عدد نص الكمية تقريبا. خليت الكرواسان طبعا أول بريوش يختمر لمدة 20 دقيقة، مهمة جدا. وهذا الزيت بعد ما سخن كويس نزلنا البريوش، ما نحركوش نهائي. النار تكون وسط إلى أن يبدأ ياخد لون ذهبي من تحت، وبعدين نحركوه نقلبوه على الجهة الثانية. ونقطة مهمة، ندير بالملعقة الزيت على وجه على سطح البريوش. ونكون مجهزين صينية فيها سكر. نغلف البريوش وهو سخون بالسكر، ونطلع الكريمة الشوكولاتة اللي هي بردت. نقدر نستعملوها على فكرة في أي نوع من الحلو، في التارت، في الكيكات، في الدوناتس. طبعا البريوش طري جدا، وما نحكي لكمش على طعمته حلو وسهل، من الوصفات اللي ممكن نديروها في رمضان. ندير الحشوة، نعبي وسط البريوش، نديروا فتحة بسيطة ونعبوا بالكريمة. هذا شكل البريوش. وحبيت نوريكم دائما وصفاتي نحاول ان هي تكون يعني متأكدة منها حتى لتاني يوم. هذا اول يوم البريوش بعد كم ساعة طري جدا جدا، ولونه ذهبي ما شاء الله حتى من الداخل. فيه جزء منه خليته بدون حشوة، والجزء الباقي حشيته بكريمة الشوكولاتة. هش ويدوب في الفم ولا كأنه مقلي. مستحيل تقولي مقلي، ما اشربش زيت نهائيا. وهذه التجربة اللي درتها اللي هي البريوش لتاني يوم الصبح، أشوفه يعني ما شاء الله قاعد رطب وطري، ولا يتفك معاك طبقات. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. حلو سهل وبسيط، وحتى لتاني يوم، وحتى في السحور إن شاء الله في رمضان مع طاسة قهوة مع طاسة حليب، يا سلام عليه. إن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة. شكرا لكم على المتابعة.